بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل فريك أكلة حلوة وفي وصفتين. والفريك المفروض يعني نعمناه زي البرغل زي كده، يعني نعمناه خالص، طحناه ونعمناه خالص. فريك، بصلة مبشورة، فول صويا، بصل شبت، دقيق. الدقيق يعني على قد ما تحطي في يعني معلقة 2 3 4 معالق، كزبرة، كمون، ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نجيب الفريك المفروم خالص ده، نجيب عليه شوية مية كده وبوتاجاز. هيغلي معايا لما ايه كده البوتاجاز نغلي عليه كده قيمة مثلا نص ساعة. هيبقى كده متماسك. بعد ما نخلصه يبرد نضيف عليه البصل، بعد نضيف عليه البصل، الكزبرة، الشبت، الدقيق، الملح، الفلفل، الملح، الكمون، الكزبرة. بعد كده نعمل الفول الصويا، هنحط له نص كوباية مية كده وننقعه، نخليه يجمد كده نص ساعة. بعد ما الفريك جهز وخلص، هو هذا هيكون جهز علي صوتك. بعد ما طابت ازاي اهو كده هنضيفها طبق تاني كده، هذا كله كده ومفيدة وكل مكوناتها موجودة في البيت. يعني هي التغيير، الواحد ما يغلب شيء النهارده ناكل، ايه بكره ناكل، موضوع التغيير برضه. كده نضيف عليها البصلة كده، الصويا نصفيه كويس، المية نضيفه عليها، تماسك وتجمد الهيل بتاعتها. يغلي 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 كده فول الصويا كده عشان نجيب الشبت والكزبرة وخضرة، توابل، كزبرة، كمون، ملح، دقيق يعني مش كتير بس عشان يخليها متماسك. دقيق كده هنقوم ايه نضربها، شايفها كده احنا نعملها بدال عشان ندخلها كويس في بعضها. الصويا بيديها طعم اللحمة مع الفريك مع البهارات مع البصل، كله تبقى ممتازة. تمام جهزت خالص زي لا بس ده لازم صينية كده زيت خفيف، يعني ما يتقاش الزيت خالص بس عشان هي ما تمسكش في الصينية كده. ونزل كده شوية مية، دقيقة بنزل المية كده حلوة وبيحبوها الأطفال والكبار كل الناس، مع رغيف عيش السوري ده وتطلع عليها. نغير من هنا ومن هنا ونوع التغيير واحد عشان برضه على الأكل. أنا بوريكم دي بس، أنا عاملة صورتين قبل منها نفس المكونات ونفس البتاع، هطلعهم داك أوريكم على اليوتيوب أهو. بس بوريكم الطريقة من أولها عشان هي تعرفوها من أولها. كده خلصنا، يلا سوري كده معايا. عندنا زيت من فوق، هي طبعا هي هتخش الفوق مش قلية، نخليها أحسن ما تشربش زيت.
كده. حتى في البيت انت. يا ابني سويت تاكل الشاشة كلها وتعملها زي كده ليه؟ الله. كده خلصنا. طلعت من الفرن. نقصها بصباجة كده. لا ولا شبكت ولا أي حاجة زي العسل. جنبنا طحينة بيضة، كاتشب، مايونيز، أي حاجة بس. عشان الوقت ما يستاهلش ما يقدرش أعمل عن غير جديد. دي برضو معاها كده. خمسة ايش؟ انا خلاص ده طلعت لكم على اليوتيوب، لو عايزينه تاني قولوا لي اطلع لكم. كده الفاشية الشامي يتحمل كده. كده لما بتاكل بتطلع. شكرا.